السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموديل جديد. اليوم حبيت نشارك معكم كيفاش نركبوا شناشن في الكم الكرباعي وفي نفس الوقت نفصلوا الكم الكرباعي بأحسن طريقة. شوفوا كيفاش، وشوفوا التقنية، وشوفوا الخدمة كيفاش تركب، وخدمة نظيفة وفينسيو نظيفة وبكل الأسرار نتاعها. تابعوا الفيديو للآخر وإن شاء الله راح تستفادوا معايا. نبداو في تفصيل تاع الكم الكرباعي تاعنا. 15 سنتيمتر حق طول الكم، و15 سنتيمتر عرض الكم. ديروا قوس ونوصلوا بين النقطة نتاع طول الكم وعرض الكم هكذا. نقصوا الخدمة تاعنا. راح نوضح لكم حاجة واني حكيتها من فيديوهاتي من قبل، انه هنا تعتمد على ايد الزبونة او ايد اللي راح تخيطه. معناها تبدأ من 14 حتى 19 20 على حسب ايد الزبونة، والطول هنا انت ثاني تحكمي فيه. معناها انا حبتها قصيرة مع تزيد تتكف هكذا تتبطن، حبتها قصيرة. راح نجيبو الاطوال كولون تاعنا اللي راح نبطنوا بيه، راح نحطوه بهذا الشكل. نجيبو الكم نتاعنا ونحطوه بهذا الشكل. شوف نحطوه كت ونفصلو عليه. دركا شو نديرو؟ نجيبو كيما شرحت لكم في الفيديوهات السابقه انه كاين بلاصه رطبه وكاين بلاصه فيها اللصقه. راح نجيبو وجه القماش مع الوجه نتاع الاطوال كولون هكذا. انا درتهم اكبر شوي باش يعطيني طوع اسفل التبطين. دركا نجيبو الشناشن تاعنا ونلصقوه. دركا هنا جبنا الشناشن نتاعنا وراح نلصقوهم. كاين ناس ياسر تلصقوا كيما هكذا تكف الكم نتاعها وتلصقهم من الفوق، من فوق الكم هكذا، او تلصقهم من تحت الكم هكذا. تخليهم بعد ما تكف تخليهم هما هكذا. لا، هذه الطريقة راهي غلط. راح نعلمكم في الطريقة الصحيحة وراح تستفيدوا منها. اول حاجة واش نديرو؟ نحطوا القماش نتاعنا كيما هكذا، نجيبو الشنشانات تاعنا هادو على الوجه. شوفوا البنات على الوجه نحطوهم هكذا. شوفوا هكذا البنات، الوجه نتاع الدبلة على الوجه نتاع القماش نحطوهم هكذا ونريقلو. شوفوا هكذا. ومن بعد نجيبو الوجه الارطب، ولا تقدري ديري قطعه قماش للتبطين وتحطيها هي هكذا وتخيطي عليها بالارجل نتاع السحاب. هيا نخيطوهم بعضنا. شوفوا
كمبتدئة، الله اكبر، كمبتدئة تقدري تحطي ديري زيبانجل باش يثبتولك. بسم الله. ومره هزي يا البنات، هزوا كما هكذا وريقلوا الكم نتاعكم وريقلوا الشنشنات عاد تجيكم في الماكينه، راح تكسر لكم الابره وتفسد لكم الماكينه نتاعكم. شوفوا هكذا خيطي بكل مهلك، ما تزربيش روحك، تزيدي تريقلي. يعني قلت لك كل حين واخر هزي الكم نتاعك على طول الكرون وريقلي. دركا في الايد الثانيه راح نقدم لكم التليفون اكثر وتفهموا عليا اكثر. شوفوا البنات دركا واش راح نديرو. جيبوا مقص كبير، هذه الخطوة مهمة. شوفوا من بعد، شوفوا البنات، شوفوا ما شاء الله تجي خدمة نظيفة. بعد واش نديرو؟ نروحو نحدو خدمتنا. شوفوا البنات، شوفوا البنات خدمة نظيفة. شوفوا هنا راح تتخيط بعد ما تتحدد وتنحي كل الزوائد. راح نديروا لها خياطة هنا. درك نقرب معكم الكاميرا ونزيد نوري لكم في الفيديو كيفاش تلصقيها بالماكينه. نعطيكم الكاميرا باش تفهموا معايا اكثر. نحطوا الشناش نتاعنا والدبله نتاعنا هكذا، ونجيبوا القطعه اذا كانت قماش اوكي، اذا ما كانتش نديروا القطعه الرطبه مش اللي فيها اللصق على الوجه، وجه للوجه. نحطوها كيما هكذا ونبداو نخيطوا البنات. شوفوا البنات مره نهزوا هكذا، شوفوا، ونريقلوا مع الخط. ونريقلوا هذا لانه كون تدخلنا فيهم الابره راح تتكسر. وراح نخيطوا على الحافه طول، هنا على الحافه طول هكذا مع الحجر طول، مش راح نخيطوا هنا، لا راح نخيطوا مع الحافه طول. على هكا ركبت الدواسه نتاع السحيب. نبقاو نريقلو هكذا وفي نفس الوقت نطلو عليها ونريقلو من فوق ونمشي بشوي البنات. نكملو بنفس الطريقة. اللي ما دارش متابعة يدير متابعة، ديروا لايك للفيديو، خلوا لي تعليق اذا استفدتوا. ومن هذا المنبر راني نرحب بالمتابعين الجدد، وضع دعمكم يخليني نستمر. شوفوا ان شاء الله يكون واضح عندكم. جيبوا المقص نتاعنا كيما فهمتكم. الخطوة الثانية اللي هي نشد هكذا ونعمل كيما نديروا في الرقبة. شوفوا البنات كي تلقاوها شويه خارجه كيما هكا تزيدوا لها خياط باش تتخيط قد لانه اصلا الحجر مش راح يخليك تخيطي قد فمن الاحسن
تخيطي على البعد ومن بعد تعاودي حتى انت تحصلي على النتيجة اللي تحوسي عليها. وهنا يا البنات انا تحصلت على النتيجة اللي نحوس عليها. شوفوا من بعد راح نكويها وراح نفوت شويه خياطه هنا، راح ندير القماش هكذا ونفوت عليه الماكينه. شوفوا البنات بعد ما نروح نكويها ونفوت عليها الماكين، بعد ما نروح نكويها راح نجي ونديرها معاكم قبل ما نفوت عليها الماكينه، نعطيكم كل الاسرار باش تتعلموا هكذا معايا شويه ونرجع معاكم. وهنا كملنا الكم نتاعنا الكورباي اللي باش ناشن، والموضوع نتاعنا كان كيفاش نلصقوهم وتجي كفانسيو كيما هكذا. شوفوا البنات خدمه ما شاء الله، شوفوا وما تخافيش انهم يطيروا او يقعد لك مشكل في الخدمه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، وان شاء الله نكون فدتكم في فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، سلام.